السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. يلا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. في بداية الفيديو ان شاء الله فضلا منكم وليس امرا الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو ان شاء الله لو عجبكم. معايا النهاردة العيش الشامي الاقتصادي جدا، هتعمليه كده في غمضة عين وانتي واقفة في المطبخ. جبت كيلو من الدقيق نخلته كويس جدا وركنته كده على جنب، وجبت كمان بولة حطيت فيها كوباية من المية الدافية، حطيت كمان باكو من الخميرة الفورية، وضفت عليهم معلقة من السكر عشان انشط الخميرة كده، وركنتهم على جنب لغاية ما احتاجهم. جبت معايا هنا 4 كوبايات من المية، 4 كوبايات يعني 4 مجات من المية. طبعا لازم المية بتاعتك تكون دافية سواء صيف او شتاء. انا بحب اعجن بالمية الدافية. ليه؟ بتديني اولا طراوة للعجينة، وثانيا بتاخد معايا بتخلي العجينة تخمر بسرعة، ما بتاخدش معايا اي وقت. هبدأ اضيف من المية اللي عندي دي كمية كده بالتدريج واعجن كويس. وهحاول برضو احط بعد ما اتاكدت ان الخميره طبعا هي ربة فقاعات كده، هو هضيفها كده هو اول العجن عشان تختلط بالكميه اللي معايا كلها. طبعا هضيف الميه اللي معايا بالتدريج على حسب الدقيق طبعا اللي موجود اللي انت بتستخدميه ومتعوده عليه او عارفاه، او سواء اول مره تستخدميه، فضيف الميه بتاعتك بالتدريج حتى لو انت عارفه الكميه اللي انت هتعمليها. فضلا منكم يا حبايبي وليس امرا الاشتراك في القناة، واللي ما عملش اللايك لغاية دلوقتي ينزل يلا بسرعة يحط اللايك ونكمل مع بعض. انا كده هي دي طراوة العجينة اللي انا عايزة اوصل لها زي ما انتوا شفتوا كده. انا استخدمت دلوقتي حوالي 3 كوبايات من المية، زاد معايا في الشفشق زي ما انتوا شايفين كده حوالي كوباية مية، يعني انا الكيلو دي خد معايا 3 كوبايات من المية. هبدأ كده اخد العجينة على سطح العمل وابدأ اشيل واهبط فيها لغاية ما انعمها خالص. طبعا ال النقطة دي او التريكاية دي ضرورية جدا علشان تاخد معاك العجينة وتنعم جدا. طبعا عايزة مخبوزات كويسة، يعني عجن وتدي العجينة حقها في العجين. ما اخدش العجينة يلا كده بسرعة 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 وجمال، لا، طولي بالك وخدي وقتك في العجن. كل ما تعجني فيها اكتر هتديكي نتيجة اجمل. بعد كده طبعا مع عجنتها زي ما انتوا شايفين هي بتلزق في ايديا، مش ناشفه وقاسيه قوي، لا. كده هسيبها واغطيها لمده نص ساعه. طبعا احنا في فصل الصيف مش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعه تخمير. بعد ما خمنت زي ما انتوا شايفين كده هرش شويه دقيق وهاخدها قدامي وهحاول اقطعها بالاحجام اللي انا عايزاها. انت عايزه تعملي العيش طبعا حجمه صغير حجمه كبير، دي حاجه حسب ذوقك وحسب احتياجاتك انت وانت اللي تعرفيها. انا بحب اعمل الرغيف الوسط اللي هو لا كبير ولا صغير، بيبقى الساندوتش بتاعه كده حلو ومتوسط، لا هو كبير قوي ولا صغير قوي. طبعا لو انت هتحطيه على السفرة للاكل او اي حاجة ممكن تكبري الحجم بتاعه اكبر من كده. لو انت عايزاه صغير للسندوتشات او انت حابه طبعا يكون شكله صغير، فدي حاجه ترجع لك. يعني ممكن الكوره اللي انا عاملاها دي بدل ما انا عاملاها على رغيف انت ممكن تقسميها على رغيفين. طبعا يا جماعه كل واحد بترجع لحسب كل واحد حسب ذوقه. كده انا مش هقطع الكميه بتاعتي دي كلها اللي معايا، انا هاخد بس نص الكميه عشان ما تخمرش مني جامد وتبدا العيش بتاعها يبرول مني ويبوظ. فانا خدت نص الكميه كده قطعتها وهركن النص التاني على جنب. قبل ما ابدا قبل ما ابدا اخلص دول او ينتهوا معايا هبدا اكور التانيين كده واعجن واقطعهم واحطهم جنبي. خدت نص الكميه بالظبط قطعتها، اديتني طبعا 11 رغيف. لو انت طبعا عايزاه حجم اصغر من كده يبقى ال 11 رغيف دول هيكونوا معاكي 22 رغيف او 20.
يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ممكن تعملي من كيلو الدقيق 40 رغيف من العيش الشامي. شايفين كده؟ خدتها اول كورة وفردتها كده هون بالحجم ده. سمك الرغيف طبعا ما يزيدش عن سنتي ونص او سنتي، عشان ما يبقاش تخين قوي من جوه ومربي حبيبات كده ويبقى شكله مش ظريف. بعد كده ما فردته هاخده كده على فوطة او حاجة هكون فرداها، وهرصهم جنب بعض. تمام تمام كده فرد. يعني كل ما افرد كده فيه ولم افرد والف، افرد والف هيديني حجم متساوي جدا للرغيف، ويبقى مدور معايا وشكله زي الفل. يلا اللي ما حطش اللايك لغايه دلوقتي ينزل يحط اللايك يا حبايبي، وكملوا معايا الفيديو للنهايه. طبعا كلنا ان شاء الله هنستفاد وكلنا هنتعلم. ده طريقه من اسهل الطرق للعيش الشامي لو انت عايزه تعمليه. زي ما انتوا شايفين كده، ادي الكمية اللي انا عملتها، دي نص الكمية بالظبط، يعني حوالي نص كيلو دقيق. لو انت عايزاه طبعا هتعمليه للمدارس او للحضانة لاولادك، هتعملي حجم الرغيف يكون اصغر من كده شوية، وهتعملي رغيف واحد. يعني مقدار الرغيف ده هيديكي رغيفين صغيرين. طبعا للتخزين وللتفريز بيبقى جميل جدا، وتسخنيه في اي وقت انت عايزاه. هبدأ كده بعد ما سبت العيش بتاعي يستريح حوالي 10 دقايق من بعد ما فردته، هبدأ اجيب طاسة على النار، وهسخن الطاسة كويس قوي. طبعا انا عايزة النار تكون تحتها سخنة، مش هادية. انا حطيت الطاسة على اكبر عين عندي في البوتاجاز، وهبدأ كده. بصوا شايفين الرغيف بدأ ينفخ معايا ازاي؟ اول ما يبدأ ينفخ معايا كده ما اضغطش عليه ابدا، لا لا، انا هضغط ضغطة خفيفة على الحتة اللي هي اتنفخت. هتبص تلاقي الرغيف هيقوم معاكي وهينفخ كله ويبقى عامل زي الكورة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني العيش كده واخد حده وبينفخ معاكي بالتدريج. ما تضغطيش جامد، وخلي الرغيف ياخد راحته خالص. شايفين كده يا جماعة؟ دي الرغيف بعد ما اتنفخ طبعا، وطبعا استوى. مش هخليه على النار كتير عشان ما ينشفش مني ويجلد. يعني مجرد ما يتنفخ كده وياخد لون خفيف من فوق، من الناحيتين، الناحية اللي فوق والناحية اللي تحت، هبدأ اشيله على طول واحط رغيف غيره. كل ما تسخن معاك الطاسة طبعا هيديكي نتيجة افضل وافضل. زي ما انتوا شايفين كده. هو انا حبيت اوريكم اكتر من واحد، كله ما شاء الله الكمية معايا كلها طلعت زي كده، نفخت وبقت زي الفل. طبعا على بال ما كنت انا جهزت دول وسويتهم، كانت بنتي طبعا ايه، قطعت الكمية اللي متبقية، اللي هم نص العجينة اللي كان متبقي. فانت لو معاكي حد هيشتغل معاكي طبعا في البيت هيكون اسهل عليك وهيسهل معاكي كتير قوي. شايفين كده الجمال وشايفين الحلاوة؟ العيش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا حبيت اعمله في البيت لاني رحت اشتريه من السوبر ماركت. لقيت الاربع ترغيفة من دول بقوا ب15 جنيه. طب ليه يا جماعة؟ طب ما انا عندي دقيق، يعني انا اشتري كيلو دقيق من السوبر ماركت برضو، وهجيب شوية ملح وشوية سكر وباكو خميرة، وابدا اعملهم في البيت. هتعملي كمية بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميلة قوي، وهتوفر معاكي كتير قوي. شايفين الجمال؟ طبعا انا عجنته طبعا بدون لبن، بدون سمنه، بدون اي حاجه، ولا بدون زيت ولا اي حاجه خالص. انا عجنته كده بميه وملح وحبه سكر وحبه خميره. ده اقتصادي جدا وهيبقى طري وجميل معاكي جدا جدا. هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجه بعد ما نخلص الكميه اللي معانا. قولولي بقى مين اللي لغايه دلوقتي اللي منزلش حط اللايك. اللي ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك ويشترك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ادي الكمية اهي بعد ما خلصتها كلها. طبعا فيه حوالي 5 او 6 رغفة سبتهم. بنتي طبعا حابة تتعلم، فقلت لها سويهم انت على مهلك على البوتاجاز.
ادي النتيجة هايلة معايا وجميلة جدا جدا جدا. العيش طري بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حابة تخزنيه، حابة